مرسي، هي الساعة فين؟ حصل يا باشا. ودفنتها على بعد 10 متر تحت الارض. من امتى؟ من حوالي ساعتين. طب ابحث وطلعها بسرعة. سعادة البيه، هي كده فرقة الحياة. مطلوعها مش هيفيد بحاجة، وغير كده مش هتعرف تدفنها في مقابر، والحكاية ممكن تتكشف، ودي فيها إعدام. مرسي درس تعبانه سعاده البيه. مرسي 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 خدوا ودوا المستشفى. طب وانت حسام بيه؟ مالكش دعوة بيا. قوم يا مرسي قوم. امسك نفسك يا مرسي. يا مرسي احنا قربنا خلاص على العربيه. مرسي مرسي انا عايزكم تخلي بالكم الست هانم. خلي بالنا منها ازاي يعني يا مرسي؟ الست قابلت وجه رب كريم. يمكن قصده ندعي لها يعني وكده. لو انتوا حاسين نفس احسن حاسه هقول لكم على سر خطير. قول يا مرسي. كلم يا مرسي. مرسي مرسي رجعتوا تاني ليه؟ مش قلت لكم ودوا المستشفى؟ مرسي مات يا سعادة البيه. التعابين اللي هنا سم، وهو ما قدرش يستحمل ولا يقاوم السم. اللي تسبب في موت مرسي وموت مراتي وابني هي مراتي اللي بتنام معايا على سرير واحد. اسمعوا يا رجالة، أنا عايزكم تروحوا وما ترجعوش من غيرها. نجيبها لك هنا سعادة الباشا؟ أيوه، أنا هخلص عليها بإيديا. يلا يا رجالة. هو ما قالكوش هو عايزني في ايه؟ وليه تليفونه مقفول؟ وبصراحة يا ست هانم في مكان بعيد عن هنا ومخنوق شوية، وقال لنا هاتولي مراتي تقعد معايا عشان تخفف عنه. لهيب النار في قلبي والليل عليا طال، عايش في جرحي لوحدي ما بقتش اشوف نار. يا دنيا المر فيكي طعمه ولا الصبار، الملح ساكن جرحي والدمع في عيني نار.